يعني الحمد لله هي مجموعة ثقيلة، ولكن نحن متصدرين لها الحمد لله. المهم طبعا بالنهاية الفوز، وتحقق الفوز. في فرص كثيرة ضاعت علينا خلال المباراة. لا تنسى أنه كثير من اللاعبين ما بين مصاب ومرهق لم يستطيع لعب المباراة هذه، ومع ذلك البديل كان بالمستوى الأساسي برأيي. مباراة مثل هذه الحقيقة تسعى أنك تحصل على 3 نقاط ترتاح في المباراة اللي بعدها. نتيجة قبلها أيضا كانت يعني نتيجة من صالحنا، تعادل الفريقين المنافسين في المجموعة. يبقى الحقيقة أنه الشيء اللي يمكن أنا كنت عتبان عليه نوعا ما هو الحضور الجماهيري. لا يليق الحقيقة في مباراة آسيوية وداخل مدينة الرياض، في مقر يعني مقر نادي الهلال في مدينة الرياض، ويحضر فقط 6000 وشيء بسيط، يعني 6100 6200. أنا أعتقد أنه العدد كان قليل جدا. لا يليق بجمهور نادي الهلال أنه يكون مباراة آسيوية وهذا هو العدد. نتمنى إن شاء الله أنه يرتفع العدد. وأنا هنا بس أرد على من كان يعني يطالبنا بمباريات المجموعات باستاد الملك فهد. تخيلوا أنه 6000 في استاد الملك فهد فقط، كيف حيكون وضع الاستاد اللي يشيل 60,000؟ يعني أنا أعتقد أنه الحضور كان ضعيف. أيضا الحضور، ترى إحنا اللاعب أي أحد يستشعر قيمة المباراة أيضا من خلال الحضور، لأن الجمهور هو دافع للاعبين. أهمية هذه المباريات بالنسبة للجمهور تنعكس أيضا على اللاعبين. أتمنى أنه إن شاء الله في مراحل الحسم هذه أنه جمهور الهلال فعلا يتفاعل مع المباريات ويحضر بكثافة ويشجع ويؤازر اللاعبين، وهذا الحقيقة شيء مطلوب ومهم. لا أي لاعب لم يدخل ال6 شهور لا أستطيع الحديث عنه. محمد الشلهوب سبق أني ذكرت في قريب يعني من أسبوع أو 10 أيام أن محمد الشلهوب وياسر القحطاني هم بمثابة أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، ويملكون قرار إذا إن شاء الله هم قادرين ويحتاجهم الجهاز الفني. بالعكس، أنا وجود محمد الشلهوب وياسر القحطاني في نادي الهلال ترى له أثر كبير، ليس فقط داخل الملعب، له أثر كبير في غرفة الملابس، له أثر كبير بين اللاعبين. فالحقيقة ومع ذلك حتى فنيا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني يفرقون مع الفريق. فما أبغى الحديث يعني بالذات محمد الشلهوب وياسر القحطاني، ما أبغى أتكلم عن عقودهم أمام وسائل الإعلام. محمد كنو تأكد أم تنفي؟ ما أكدت ولا نفي. أقول لك محمد كنو يبدو لم يدخل ال6 شهور، فكيف أؤكد أو أنفي؟ لا يعني هذا تحايل على القانون من سؤالك، فما يعني تبي تورطني؟ ماني متورط إن شاء الله. طيب. بالنسبة للهلال أنا ما ودي كمان أنه يصور أنه الموسم اللي ماضي كان موسم سيء للهلال. موسم حقق فيه الهلال بطولتين، كأس الأمير فيصل بن فهد على مستوى كرة القدم، حقق أيضا كأس الأمير فيصل بن فهد، حقق كأس الناشئين، بطولة دولية أيضا على مستوى الناشئين في دبي حرزها، ألعاب مختلفة، حقق العديد من البطولات. فلم يكن موسم سيء للنادي كنادي، وحتى على مستوى فريق كرة القدم، وإن كان الطموح طبعا أكثر وأكثر. السنة هذه الحمد لله في الدوري احنا ماشيين بخطى ممتازة، مع ما حدث في بداية الموسم من تغيير جهاز فني، إلا أنه الحمد لله بعزيمة اللاعبين والجهاز الإداري وإخواني أعضاء مجلس الإدارة استطاع الحقيقة النادي أنه يركز على شيء معين، وتم التركيز عليه. الآن احنا في مرحلة زي ما قلت لك، مراحل مهمة جدا من الدوري، مرحلة مهمة جدا قادمة، ومرحلة أيضا مهمة من كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين، ومرحلة أيضا مهمة من التصفيات الآسيوية. فنسعى الحقيقة أنه إحنا على الأقل في 3 بطولات هذه أن يكون لنا بصمة فيها بإذن الله. طبعا الجهاز الفني سبق أيضا أني جاوبته، ويملك يعني عنده عقد أفضلية التجديد لنادي الهلال، وحتى الآن الحقيقة المدرب يقوم بعمل كبير، مقتنعين فيه، رغم أنه لم يعد الفريق، لم يختار اللاعبين، ولكنه اختار فقط لاعب في الفترة الشتوية اللي هو عمر، بعد ما عرض عليه كذا اسم اختاره. ولكن ما يعمله المدرب الآن والجهاز المساعد معه عمل الحقيقة يشكر عليه، ويغرينا طبعا لتكملة العقد معه، لأنه زي ما قلت لك عقده سنتين، عقده سنة مع أفضلية التجديد لنادي الهلال للسنة القادمة. إذا احنا أخطرناه في شهر 5 أنه هو مستمر، بإذن الله هو مستمر ما لم يجد جديد. يعني بالنسبة لي أنا إن شاء الله يعني طالما سواء بقيت أو رحلت،
أنا متأكد أنه في نادي الهلال من سيأتي. يعني الحمد لله رجال الهلال كثير، أعضاء شرف الهلال كثير قادرين أنهم يمشون مع بنادي الهلال مع دعم أعضاء الشرف لهم. فالحمد لله يعني نادي الهلال لن يتوقف على رئيس معين أو غيره. بعد قرار الخصخصة تغير الوضع الآن، ملكية الأندية وخلافه، فيكون فيها شوي تفكير أعتقد من قبل أي أحد يبغى يوقع عقد كملعب، لأنه مع الخصخصة قد يكون في ملاعب جديدة. فهذه أكيد أنه أي أحد كان يفكر فيها شوي يمكن يتردد بقبول، أو ممكن في يوم أو يومين. صحيح كثير كلمونا عن الموضوع، ولكن يبدأ مسألة تفاهمات، والأشياء الرسمية لم تتم حتى الآن.